رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، وهنتكلم عن تطبيق أو دور الطالب في تطبيق نظام جودة التعليم بالجامعات. وسعدنا يكون معنا أستاذ دكتور نادي كمال عزيز، مدير مركز ضمان الجودة بجامعة أسوان. أهلا بحضرتك معنا دكتور. نتكلم الأول عن يعني إيه الجودة؟ يعني إيه جامعة تاخد الجودة؟ حاليا يعني في مصر تقريبا من سنة 2011 تم إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بمصر، والهيئة دي مسؤولة لها رئيس ولها 3 نواب. الرئيس الأستاذة الدكتورة يوهان سنعيد. في نائب جودة التعليم الخاصة للتعليم العالي غير في 3. في واحدة للتعليم العالي وده النائبة بتاعته الأستاذة الدكتورة عزة أغا. في واحد نائب للمعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر وحديها. في واحد نائب للتعليم ما قبل الجامعي اللي يشمل المدارس ورياض الأطفال وكل. فدي هي الهيئة. وبناء عليها تم في كل مديرية تربية وتعليم وفي كل معهد أزهري وفي كل كلية وفي كل جامعة، في الجامعة في مركز ضمان الجودة، وفي داخل كل كلية في وحدة بنسميها وحدة ضمان الجودة. بتعمل إيه بقى؟ حاضر. المركز ده بيشرف من الناحية الفنية على كل وحدات ضمان الجودة بالكليات. الوحدة دي يعني أصول وظيفتها الرئيسية والأساسية مع مركز ضمان الجودة إنه تهيئ الكلية إنها تدخل للاعتماد، سواء كان اعتماد مؤسسي أو اعتماد برامج. ففي بعض الكليات فيها برنامج 1 أو 2 زي الصيدلة والطب، بالرغم فيها أقسام كثيرة ولكن هي برنامج واحد، فدي بتدخل اعتماد مؤسسي المؤسسة ككل. ولكن على سبيل المثال بعض الكليات زي كليات العلوم والتربية والزراعة والآداب دي فيها أقسام كثيرة، في بعض الجامعات ممكن تصل إلى 20 قسم. ففي الأول كانوا بيدخلوا اعتماد مؤسسي، وكان بعض منهم يعني بعض الكليات يعني ما بتنجحش. فحاليا الهيئة واخدة اتجاه إن ممكن الكليات الكبيرة أو ذات الكثافة في البرامج تدخل اعتماد برامج. 4 برامج، وإذا اعتمد 60% من برامجها تقدم الكلية للاعتماد المؤسسي. طب إيه اللي بيستفيده الطالب وإيه اللي بتستفيده الكلية من اعتماد الجودة؟ يعني هو الأصول القانونية ما نشأ إن الأصول كل المدارس وكل الكليات يتم اعتمادها. ولما رحت أنا في فترة سابقة للولايات المتحدة مع وفد من أسوان لما كنت شغال برنامج تطوير التعليم بمصر، إن في أمريكا قال لك وي فايرد سكول أو الكوليج اللي ما تاخدش اعتماد يعني تطلع بره. وبرضه في القانون المصري كان أي كلية أو مدرسة الأصول لا تأخذ الاعتماد خلال 5 سنين، يا إما في حل من الحلين، يا إما تتغير الإدارة بتاعتها أو تغير برامجها أو يعني تغلق خالص. ولكن بعد أحداث الثورة يعني احنا بنحاول، والآن في خطوات كويسة، في مدارس كثيرة اعتمدت، في بعض الكليات بعض الجامعات اعتمدت، ده اعتماد كليات. وحاليا الهيئة بتفكر في اعتماد الجامعة، بس الجامعة لا تدخل الاعتماد إلا إذا اعتمد 60% من كليات. الكلية بتستفيد إيه من الاعتماد يا دكتور؟ الكلية تستفيد أولا في كذا حاجة. يعني حاليا بعض دول الخليج قالوا ان احنا ما هناخدش نتعاقد مع طالب او مع بروتوكولات بقى واتفاقيات والكلام ده كله الا اذا كان من كليه معتمده. فسيادتك حتى في امريكا يعني الكليه المعتمده او الجامعه المعتمده او المؤسسه المعتمده وبيبقى لها وضع. ايه معنى معتمده سيادتك عشان الساده المشاهدين؟ ان دي بتكون اوفت ببعض المتطلبات في 12 معيار. لو الوقت معانا يعني نقول ايه هم ال 12 معيار حتى بالنسبه للكليات. المعيار الاول التخطيط الاستراتيجي. من لازم الكليه او المؤسسه هي لا استخدمت كلمه مؤسسه سواء كانت كليه او معهد ازهري او مدرسه يكون فيها خطه استراتيجيه. ايه الخطه الاستراتيجيه؟ وقبل كده احنا يمكن في هذا البرنامج او برنامج اخر في قناه طيبه تحدثنا ان بيعمل تحليل سوات او التحليل الرباعي، وده مشهور، نقاط القوه نقاط الضعف الفرص المتاحه التهديدات. يبقى هو عامل هذا التحليل، وهو نقاط القوه يبقى عليها، نقاط الضعف نعالجها من الفرص المتاحه. التهديدات نحاول يعني نحد منها ونقللها. المعيار الثاني اللي هو القياده والاداره. فمن لازم اي مؤسسه عاوزه تقدم للاعتماد وانا حاليا بتكلم عن الكليه وينطبق على الباقي ان يكون فيها قياده. يعني مثلا كليه
لازم يبقى فيها عميد، فيها 3 وكلاء، وكيل لشؤون الطلاب للدراسات العليا وللبحث العلمي، فيها جهاز إداري، ده المعيار الثالث الجهاز الإداري. في بعد كده المعيار أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. وهنا في نقطة مهمة في أعضاء هيئة التدريس، إن بعض الكليات ما بتقدمش إن من لازم في الكليات العملية طبقا للهيئة يكون 1 ل 25 طالب، يعني كل كلية فيها، يعني لو الكلية فيها 1000 هنقسم ال1000 على 25، يبقى من إذا كانت كلية عملية يبقى من لازم عدد الأعضاء التدريس. احنا مضطرين بس يا أستاذ نادي، الدكتور نادي، إن احنا هنقولهم من غير تفاصيل. لا ما هنشرحها. وبعد كده قلنا الجهاز الإداري، في الموارد المالية والإدارية، في المعايير الأكاديمية اللي هي البرامج، من لازم الكليه يبقى لها برنامج وليه توصيف. التدريس للطلاب من لازم ننوع في طرق التدريس. في الطلاب والخريجين، دي نقطه مهمه، ان انا مش بخرج الطالب وبسيبه، من لازم يبقى فيه متابعه للخريجين. طب الحاجات دي اللي هو نظام المتابعه والجوده بيعرفوها ازاي؟ يعرفوا ازاي ان انا نوعت في طرق التدريس؟ يعرفوا ازاي؟ هل في حاجات توثيقيه؟ هنرجع للسؤال الاول بتاع الطالب. لما بتيجي، وانا رحت اعتماد احد الكليات في احد الجامعات، لما بتيجي الجهه الهيئه بتختار لجنه للاعتماد، نلتقي بالطلبه، ما بيبقاش فيها ولا عميد ولا وكيل ولا اي حاجه. طب ما فيش توثيق؟ اهم حاجه التوثيق، لان الناس بتقول تجميع ورق. ما ممكن الطلبه يقول لك ان احنا بنخدم كلياتنا. ما الناس بتقول العكس، الناس بتقول ان الجوده تجميع ورق، هي ليس تجميع ورق. هو زي ما قلنا عمل، ودي كنا هنتكلم عليها الدراسه الذاتيه، وعمل خطه استراتيجيه. فاحنا بناء على اللي هو كاتبه، لو مع الطلبه بنجيب الطلبه ونلتقي معاهم. ودايما اللي بيروح الزائر ده بيبقى مدرب وواخد دورات بيسالهم، يعني ما ينفعش حد يلقنهم زي ما سيادتك قلت. لما بنيجي للخريجين وطلاب الدراسات العليا برضه بيجتمعوا معاهم وحديهم. هل الكليه بعد ما انت اتخرجت في برنامج؟ هل في عدد معين بيجتمعوا بيه ولا يعني بيبقى عشوائي؟ 10% عشوائي تقريبا من الطلبه والخريجين. هم ما بيبقاش في توصيه من الكليه ان هم يلتقوا بمين؟ لا هم اللي هم بيجيبوا لنا الطلبه، وهم وبنسالهم بس بطرق فنيه، بنعرف اذا هم ملقنين. تبقى زي لجنه كده يا دكتور؟ زي ما اللجنه اللي بتروح تهتم تكون من 4 أو 5 على حسب حجم الكليه اللي هم رايحين يزوروها. بالنسبه للدراسات العليا والبحث العلمي وخدمه المجتمع، في خدمه المجتمع بنجيب الناس اللي هي لها صله بالكليه وبنلتقي معاهم. هل هم شاركوا في اعداد بالنسبه للتخطيط الاستراتيجي للوصول، يبقى في رؤيه ورساله. هل هم عندهم فكره ايه هي الرؤيه وايه هي الرساله بتاعتهم؟ طب ما هو في حاجه يا دكتور، ما هو ممكن انا بعد ما اخد اعتماد الجوده الحاجات دي ما امشيش عليها بقى، ابتدي. شكرا، يعني انت بتقرا افكار. حاليا الهيئه بتعمل زياره سنه بعد سنه، والاعتماد طبقا للقانون المصري بيبقى 5 سنين، يعني الكليه اللي بيروحوا يزوروها يا اما تعتمد يا اما ترجى، يعني اللي في حاجه عاوزه تتصلح يا اما ترفض خالص. فالكليه اللي بتعتمد كل سنه من لازم تقدم تقرير للهيئه، وممكن الهيئه تعمل زياره تتبعيه او مفاجاه للكليه. لان ايه الفائده سيادتك؟ انا خدت قصه المتابعه دي اللي احنا دايما بنتكلم عليها في مصر دايما، الفولو اب من لازم المتابعه دي نقطه مهمه، واحنا بنتابع وبنتابع الخريجين، والكليه من لازم يبقى عندها زي ما قلنا زي داتابيز بالنسبه للخريجين. وبرضه من ضمن النقاط المهمه واللي احنا حاليا يعني تحت قياده الاستاذ الدكتور احمد غلاب رئيس الجامعه، الحمد لله جامعه اسوان الرابعه في جذب الطلبه الوافدين. من ضمن البنود سواء كان في الطلبه او الدراسات العليا، ما عدد الطلبه الوافدين اللي جايين ليك، لان دي مؤشر ان الكليه لها صيت او لها سمعه كويسه. لما يجيك طلبه وافدين من دول تاني يبقى معناها ان الجامعه بتاعتك او الكليه اللي انت فيها سمع. من ضمن التخطيط الاستراتيجي ان الوصول كل كليه يبقى لها موقع على صفحه الانترنت، سواء كان على صفحه الجامعه او صفحه خاصه بها. طيب دكتور، احنا هل التقييم المباني والانشاءات والمعدات برضو من ضمن المعايير؟ ما دي اللي هي تدخل في الموارد الماديه، من لازم الكليه ايه المعامل اللي فيها ومدى الصيانه فيها، وهل في برنامج دوري. يعني سيادتك لما رحنا الفنادق بره او المستشفيات بره او ان بيبقى في كل حته معلق ان الصيانه تمت امتى وهكذا، من لازم تبقى النقطه المهمه ان الوصول كل كليه او مؤسسه يبقى فيها
موارد ماليه تخليها تمشي، يعني تحقق الاهداف بتاعتها. مواردها الماليه ده بتيجي منين؟ يعني احنا في الجامعات وفي الكليات بتيجي من الوحدات ذات الطابع الخاص والمراكز ذات الطابع الخاص، ودي في اختصاص السيد الاستاذ الدكتور وكيل الكليه لشؤون خدمه المجتمع، وبيشرف علينا نائب رئيس الجامعه. هل بيبقى في وحده خاصه مسؤوله عن الوصول للجوده؟ يعني مثلا ما هو ممكن الرئيس يتغير، المدير يتغير. احنا قلنا ان في كل كليه من لازم يبقى فيه وحده ضمان الجوده، دي الوحده المسؤوله. والوصول سيادتك لما بيعمل دراسه ذاتيه وخطه استراتيجيه، وده اللي بنقوله حتى بالنسبه للوزارات، ودي مشكله عندنا في مصر. وانا مره وصول الخطه الاستراتيجيه لا تتغير بتغير الوزير ولا تغير المدير ولا تغير العميد بالظبط، لان الخطه الاستراتيجيه ده احنا عايزين نحصل في كل مصر ان احنا يا جماعه يبقى في استراتيجيه للمكان. جه مدير مشي مدير، جه عامل جه مشي عامل، في استراتيجيه احنا ماشيين عليها، مفيش حاجه تقع او تقف على حد. لان الوصول الاستراتيجيه دي ما عملهاش العميد، يعني شارك فيها كل الاطراف المسؤولين. صح. يعني سيادتك سالت الطلاب يشاركوا فيها، اعضاء التدريس يشاركوا فيها، المعاونين يشاركوا فيها، الجهات اللي بتخدمها الكليه زي عندنا في كليه التربيه مثلا المنطقه الازهريه ومديريه التربيه والتعليم، ايه الصله؟ ايه العلاقه بينهم؟ هل هم عندهم فكره ايه البرامج والحاجات في كليات التربيه؟ وهكذا. هل بيبقى في صله ما بين الطلاب والكليه، وخاصه الكليات العمليه بعد التخرج؟ ما هي سيادة كل كليه من لازم يبقى فيها وحده لمتابعه الخريجين، ودي بيتابعها السيد الاستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعه شؤون التعليم وبرضه خدمه المجتمع، لان برضه من ضمن البنود والنقاط اللي تحسب للكليه او للجامعه مثلا زي زوير خريج جامعه كذا، فده ينسب احنا وجود مركز زي مركز الاستاذ الدكتور مجدي يعقوب، بالرغم انه هو ليس خريج جامعه اسوان ولكن داخل مستشفى اسوان يعتبر نقطه جيده ليه. تمام. استاذ دكتور نادي كمال عزيز مدير مركز ضمان الجوده بجامعه اسوان، شرفتنا. وايضا مع مشاهدينا وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، وهننتقل مع حضراتكم لبطوله السلمانيه للتنس ونقل مباشر، وشكرا لحضراتكم.